اسمي أحمد، وستبدأ رحلتي مع القدر من لحظة الصدمة الأولى. تزوج أخي الأكبر محمد، وكان حلمه أن يستقر ويكون أسرة، لكن قدر الله كان أسرع. بعد 6 أشهر فقط من زواجه، وقبل أن يهنأ بحياته الجديدة، خطفه الموت في حادث أليم، تاركاً وراءه زوجته مريم التي كانت تنتظر مولودها الأول في الشهر الرابع. كانت والدتي كالجبل الشامخ في حياتنا، لكن خبر وفاة أخي كان بمثابة الزلزال الذي هدم هذا الجبل. انهارت تماماً ودخلت في غيبوبة من الحزن نقلتها على الفور إلى العناية المركزة. أيام عصيبة مرت بنا، كنا نعد الدقائق ونحن ننتظر بجانب سريرها، ندعو الله ألا يزيد جرحنا فاجعة أخرى. لكن رحمة الله كانت أكبر، وبعد معاناة طويلة استفاقت أمي من كابوسها وعادت إلينا بجسد أنهكه المرض، لكن روحها بقيت أسيرة الحزن. خرجت أمي من المستشفى إلى عالم مختلف. بيتنا الذي كان يملأه دفء أخي أصبح قفراً موحشاً. كانت أمي تقضي ساعاتها إما باكية أو شاردة في ذكراه، وكأن الزمن توقف عند لحظة رحيله. كنا أنا وأخواتي نحاول جاهدين إخراجها من دائرة الحزن هذه، نحدثها، نضحك معها، نتذكر معها ذكريات جميلة، لكن كل محاولاتنا كانت تتحطم على صخرة حزنها العميق. في صباح أحد الأيام استيقظنا على صوت صراخها وهي تتحدث بصوت مرتفع. ذهبت إليها مسرعاً فوجدتها تبكي بحرقة. احتضنتها وقلت: بأبي أنت وأمي، ماذا حدث؟ ما لك يا حبيبتي؟ قالت وهي تمسح دموعها بكفها المرتعش: مريم، مرات أخوك سابت البيت الصبح من غير ما تكلمني. كانت هي الوحيدة اللي مصبراني على فراق أخوك، وخصوصاً اللي في بطنها، هم اللي كانوا سبب إني لسه فيا نفس. إزاي تمشي كده من غير وداع؟ طبطبت على كتفيها بحنان وقلت لها بثقة: لا تحزني يا أمي، أنا هروح أجيبها بنفسي، هتكون هنا بكرة بالليل. لم أتردد لحظة، ارتديت ملابسي وانطلقت إلى بيت أبو مريم لأعيدها، غير مدرك أن هذه الخطوة ستكون بداية رحلة طويلة من المشاعر المتشابكة، وأن القدر يخبئ لي أكثر مما أتصور. فهل كنت أتخيل أن باب ذلك البيت سيغلق خلفي ليفتح أمامي باباً لم أكن أتوقعه أبداً في حياتي؟ وصلت إلى منزل أبو مريم، وكان في استقبالي رجل في 60 من عمره، ملامحه صارمة ونظراته ثاقبة. جلست معه وبدأت الحديث بلطف: حاج، إحنا عارفين إن اللي حصل قضاء وقدر، ومريم زي بنتنا. أمي تعبة نفسياً ومش قادرة تستغنى عنها، البيت من غيرها بقى موحش، خلينا نرجعها ترتاح معانا ونحن نكون لها عوناً وسنداً في حمله وولدها. نظر إلي أبو مريم بنظرة حادة وقال بصوت حازم: يا ابني، كلامك مقبول ومشاعرك نبيلة، لكن بنتي مش هترجع بيتكم. بعد وفاة جوزها قعدتها معاكم مش مناسبة. البيت مليان رجال والناس هتتكلم، وبنتي لسه صغيرة ولازم تفكر في مستقبلها. لو قعدت عندكم مين هيتقدم لها يتجوزها؟ هيفضلوا فاكرينها أرملة أخوك، وأنا مش هعيش لبنتي العمر كلها. شعرت بغصة في حلقي، لكنني تماسكت وقلت: يا حاج، أنا بكلمك على أساس إنها أختي ومكانها الطبيعي معانا. مين قال إنها هتفضل على ذكر أخويا؟ ده احنا عايزينها تعيش وتعز، وأخويا الله يرحمه أوصانا بيها وباللي في بطنها. عايزين ننفذ وصيته، وده أقل حاجة نقدمها له. ابتسم أبو مريم ابتسامة باردة وقال: نفذوا الوصية، مفيش مانع، ابنكم ليه حق في ولده، لكن بنتي هتفضل في بيتي لحد ما يجيها ابن الحلال اللي يستاهلها وياخدها من على راسي. عدت إلى البيت خائباً وحكيت لأمي كل ما دار بيني وبينه. ازدادت أمي حزناً وغيظاً وقالت: لا يهمك يا ابني، مريم مش هتتجوز غريب، هتتجوزك أنت. صعقتني كلماتها. أتجوزها يا أمي؟ إزاي؟ أنا خاطب وخطيبتي على وشك الفرح. قالت أمي بنبرة فيها إصرار عجيب: خطيبتك دي صالونات، ما بينكموش حاجة،
ومريم أولى بيك، هي حلوة وصغيرة وما عاشتش مع أخوك غير شهور قليلة، وإنت اللي هتحافظ على ابنه وتكبره، ده واجبك. انفعلت وقلت: أمي، أنا بحب خطيبتي ومش قادر أتصور إن أنا أتجوز مرات أخويا. أمسكت أمي بيدي وهي ترتجف: أنا تعبانة يا أحمد ومش هعيش كتير، أنا عايزة أطمن على حفيدي قبل ما أموت، عايزاه يتربي في حضني، ما تزعلش قلبي، عايزاك تروح تقرأ الفاتحة مع أبوها النهاردة. لم أستطع رفض طلبها وأنا أراها على هذه الحال. تركت خطيبتي بعد أيام قليلة من كتابة العقد، وتحملت نظرات صدمتها ولوم أهلها. ذهبت إلى أبي مريم الذي رحب بي فوراً كأنه كان ينتظر هذا اليوم. تم الاتفاق على أن يتم الزواج بعد ولادة مريم بوقت مناسب. كنت أشعر أنني أسير في طريق ليس لي فيه خيار، وأنني أدفع ثمناً باهظاً لم أكن مستعداً لدفعه. ولكن هل كان بإمكاني أن أرى أمي تذبل أمام عيني؟ وهل كنت أتصور أن هذا القصر الذي سأدخله مضطراً سيصبح يوماً ما سجني الجميل الذي لا أود الخروج منه؟ مرت الأيام ورزقت مريم بمولودها الجميل، وسميناه محمد تيمناً باسم أخي الراحل. بعد 40 يوماً من ولادته تمت مراسم الزواج. كان زواجاً بلا فرح، بلا مشاعر، مجرد توقيع على وثيقة ودخول إلى منزل واحد. كان همي الوحيد إرضاء أمي والحفاظ على ابن أخي. أما مريم فكانت مجرد غريبة أعيش معها تحت سقف واحد. بمجرد أن نخلو في شقتنا كان الكابوس يبدأ. مريم التي كانت ترتدي ملابس محتشمة في وجود أمي بدأت تظهر على طبيعتها كزوجة. كانت ترتدي ملابس خفيفة وتجلس أمامي طوال اليوم. كنت أشعر بالخجل والإحراج الشديد، لم أكن أستطيع النظر إليها، وكنت أتجنب الجلوس معها بقدر المستطاع، وأقضي معظم وقتي في الخارج أو في غرفة أخرى. في أحد الأيام وبينما كنت جالساً في غرفة المعيشة، جاءت مريم وجلست أمامي مباشرة. كانت ترتدي فستاناً منزلياً بسيطاً، لكني كنت أتجنب النظر إليها. تحدثت بصوت هادئ ولكن حازم: أحمد، أنا عايزة أفهم حاجة، أنت تجوزتني ليه؟ عشان أمك؟ عشان ابن أخوك؟ ولا عشان أنت شايفني أهلاً ليا؟ أنا كنت أتمنى ألاقي فيك الأمان والاستقرار اللي ما حصلتش في جوازي الأول. رفعت رأسي ونظرت إليها. كانت دموعها تنهمر بصمت. تابعت: أنا عارفة إنك سبت خطيبتك عشاني، وعارفة إنك مش مبسوط، بس أنا مش غلطانة. أنا بحاول أكون زوجة كويسة معاك، ألبس وأتجمل عشانك، أهتم بنفسي وبالبيت، وبإيه اللي برد عليه؟ إنك تهرب مني، وإن عينيك تكون فاضية من أي شعور ناحيتي. كانت كلماتها كالصاعقة. شعرت بالذنب يقضم قلبي، لكن الحاجز كان لا يزال قائماً. قلت بصوت متلعثم: مريم، والله أنت إنسانة كويسة وفوق راسي من فوق، بس أنا بصراحة مش شايفك غير مرات أخويا محمد، مش قادر أتصور إن أنا أقرب منك. انفجرت مريم في البكاء وقالت: كلامك ده بيموتني جوايا، أنا مش عايزة أضغط عليك، بس أنا كمان ليا مشاعر. لو أنت مش حاببني خلينا ننهي الموضوع، كل واحد فينا يروح لحاله. أنا تعبت من محاولة التقرب منك وأنت بترفضني. شعرت بالاختناق. لم أرد طلاقها، ليس حباً فيها، بل خوفاً على أمي ومحمد. توسلت إليها: مريم، بالله عليك لا تضغطي علي. أمي متعلقة بمحمد بشكل لا يصدق، وأنا من يوم ما اتجوزتك ما أذتكيش، بس ده اللي بقدر عليه. نظرت إلي مريم بحسرة، ثم نهضت ودخلت غرفتها دون أن تنبس بكلمة. تركتني وحدي مع صراع داخلي عنيف. شعرت أنني ظلمتها وأنني أؤذيها دون قصد. ذهبت إلى صديق مقرب وحكيت له قصتي. نصحني قائلاً: يا راجل، فكر بعقلك شوية، أنت دلوقتي متجوزها خلاص، جرب تفتح قلبك شوية، اشتري لها بوكيت ورد، كلمها كلمة حلوة، يمكن تلاقي الموضوع أسهل مما تتخيل. الست زي الزهرة بتعطش للمية. قررت أن آخذ بنصيحته وأن أعطي هذه الزواج فرصة. اشتريت ورداً وشوكولاتة وعدت إلى البيت.
وأنا لا أعلم أن هذه اللفتة البسيطة ستكون بداية تحول كبير في حياتي. فهل ستقبل مريم اعتذاري البسيط؟ وهل سيكون هذا كافياً لكسر الجليد بيننا؟ دخلت الغرفة وفي يدي باقة الورد وعلبة الشوكولاتة. كانت مريم تجلس على السرير وظهرها مواجه للباب. اقتربت منها بهدوء وقلت: حقك علي يا مريم. التفتت نحوي، ولحظة رأت الهدية اشتعلت عيناها فرحاً، كأنها طفلة صغيرة حصلت على لعبتها المفضلة. قفزت من مكانها واندفعت نحوي وأخذت الورد والشوكولاتة من يدي وسألتني ببراءة: ده كله لي أنا؟ لم أتمالك نفسي من رؤية فرحتها الصادقة. ابتسمت وقلت: أكيد ليكي يا حبيبتي. عندها ألقت بنفسها بين ذراعي واحتضنتني بحرارة. صدمتني عفوية هذا الموقف، هذا الحضن الدافئ، وهذه الفرحة الغامرة، كلها كانت صادقة، لدرجة أنني شعرت بشيء يتحرك بداخلي. شعرت للحظة أن هذا هو مكاني الصحيح. لم تنتظر مني كلمة آسف أو تفسير. هرعت إلى المطبخ لتحضر لي العشاء. جلست أفكر: أهكذا هي مريم؟ بهذه البساطة؟ بهذا القلب الكبير الذي ينسى بسرعة كل جروح الماضي؟ أخذت حماماً سريعاً وخرجت لأجدها قد أعدت مائدة العشاء. جلسنا نتناول الطعام معاً لأول مرة منذ زواجنا، وبدأنا نتحدث. تحدثنا عن كل شيء، عن طفولتها، عن أحلامها، عن خوفها من المستقبل. كنت أراها لأول مرة كإنسانة مستقلة بكل تفاصيلها. اكتشفت أنها ليست مجرد مرات أخوي، بل هي فتاة جميلة، راقية، ذات دم خفيف، وتحب الخير لكل من حولها. هي إنسانة تبحث عن الأمان، عن دفء كلمة طيبة، عن نظرة حب. بعد العشاء جلست أمامها وأمسكت بيديها. نظرت في عينيها وقلت بصدق: مريم، من النهاردة كل حاجة هتتغير. أنا آسف على كل يوم فات. من النهاردة أنتي مراتي قدام ربنا قبل الناس، وأنا وعد مني إني هسعدك وهخليكي أسعد ست في الدنيا. لم تستطع مريم حبس دموعها، لكنها هذه المرة كانت دموع فرح. نظرت إلي بعينيها البراقتين كالأطفال. أخذتها في حضني وقبلت رأسها. في تلك اللحظة شعرت أن الحاجز الجليدي بيننا قد انكسر تماماً. من تلك الليلة أصبحت مريم حقاً زوجتي. كنت أكتشف يوماً بعد يوم فتاة عفوية مرحة تحب الحياة وتسعى دائماً لإسعاد من حولها. كانت حركاتها الطفولية ودمها الخفيف يملأ البيت حياة وسعادة. مرت السنوات سعيدة هانئة. رزقنا الله بولد وبنت، وأصبحت حياتنا مستقرة. أمي تعافت تماماً بفضل وجود محمد وحفيديها الجدد. كنا عائلة واحدة متماسكة، وكأن القدر أراد أن يعوضنا خيراً. كنت أعتقد أن قصة حبنا قد اكتملت، وأنني وجدت سعادتي الأبدية مع مريم. ولكن كالعادة لا تسير الحياة في خط مستقيم. هناك دائماً مفاجآت تنتظر في الطريق، تذكرك بالماضي الذي طالما هربت منه. فهل سيظل الماضي دفيناً إلى الأبد، أم أن له زيارة مفاجئة ستقلب حياتنا رأساً على عقب؟ كنا نعيش في حالة من الاستقرار والسعادة، حتى تلقيته مكالمة هاتفية قلبت حياتي رأساً على عقب. كانت المتصلة هي فريدة، خطيبتي السابقة. لم أسمع صوتها منذ سنوات. كان صوتها يقطر حزناً وأسى: أحمد، أنا عارفة إن الوقت فات وإنك متجوز وعندك أولاد، بس أنا مش قادرة أعيش. بسببك أنا تعقدت من الجواز. سيبتني من غير سبب ومن غير مبرر، وخلتيني أعلق نفسي بيك، وبعدين رمتني في نص الشارع. شعرت بذنب رهيب ينهش قلبي. اعتذرت منها كثيراً وحاولت تبرير موقفي، لكن كلماتها كانت تخترق صدري كالسهام. قالت وهي تبكي: عمري بقى 25 سنة. في بلدنا البنت في سني دي نصيبها يا مطلق يا أرمل يا عجوز. أنا فقدت ثقتي في كل الرجالة بسببك. طلبت منها أن ألتقي بها لأهدئ من روعها.
بدأت أتحدث معها عبر الهاتف بشكل شبه يومي، وفي كل مرة كانت تطلب مني شيئاً واحداً: نتجوز يا أحمد، ده حق عليك، أنت السبب في ضياع سنين عمري. كنت أرفض في البداية، لكن إلحاحها المستمر وشعوري المتزايد بالذنب جعلاني أتردد. كنت أرى وجهها المسكين وأتذكر أيام حبنا الأولى، وأشعر أنني فعلاً ظلمتها. قررت في النهاية أن أبوح لمريم بكل شيء. جمعت شجاعتي وجلست معها وحكيت لها قصة فريدة، وحكيت لها عن ذنبي تجاهها وعن طلبها الغريب. انهارت مريم تماماً، لم تتوقع أبداً أن يأتي هذا الطلب منها. نزلت إلى أمي تشكو لها همها، وربما كانت تأمل أن تقف أمي إلى جانبها، لكن صدمتها كانت أكبر عندما قالت لها أمي ببرود: يا مريم، ده حقه الشرعي، وأحمد من زمان بيحبها، أنا اللي غصبتوه يتجوزك. كانت كلمات أمي بمثابة خنجر في ظهر مريم. عادت إلي تبكي وتسأل: إزاي يا أحمد؟ أنا كنت بالنسبة لك إيه كل السنين اللي فاتت؟ كنت بتدعي حبك ليا؟ كل ده كان كذب، أنا مش لعبة في إيديكم. حاولت تهدئتها وقلت: مريم، أنا والله بحبك بجد، أنا مش عايز أجرحك أبداً، لكني مدمر نفسياً بسبب فريدة. أنا السبب في تعاستها، مش عايز أموت وأنا حاسس إن في ذنب في رقبتي. نظرت إلي مريم بدموعها وقالت بصوت خافت: لو قلبك كبير قوي كده، اعمل اللي انت شايفه، أنا مش هقف في طريقك. في صباح اليوم التالي استيقظت لأجد مريم قد أخذت الأطفال وملابسهم وذهبت إلى بيت والدها. انهار العالم من حولي. شعرت أنني على وشك خسارة كل شيء. هرعت إليها وتوسلت إليها أن تعود، ووعدتها بتناسي الموضوع. بعد إلحاح شديد عادت، احتضنتني وهي تبكي وقالت: أنا رجعت لك يا أحمد، مش عشانك، أنا رجعت عشان بحبك، ومش هقدر أعيش من غيرك. بس أرجوك سيب فريدة دي على جنب، إحنا بنينا حياة حلوة، ما تخربهاش. شعرت أن الأرض تهتز من تحتي. أنا ممزق بين امرأتين، الأولى ظلمتها، والثانية أحبها ولا أستطيع خسارتها. إلى أين سيقودني هذا الصراع؟ هل سأستمع لصوت العقل والضمير أم لصوت القلب؟ عدنا إلى البيت، ولكن شيئاً ما كان قد انكسر. كنت أحاول جاهداً أن أكون مع مريم كما كنت، ولكن صوت فريدة كان لا يزال يتردد في رأسي. كانت ترسل لي الرسائل تارة بالرجاء، وتارة بالعتاب، وتارة بالتهديد بأنها ستفضح أمري. كل يوم كانت تبتكر طريقة جديدة لتذكيري بذنبي. مريم كانت تراقبني بصمت، كانت ترى شرود ذهني وترى نظرات الحيرة في عيني. في إحدى الليالي وبينما كنا نائمين، أيقظتني مريم وقالت: أحمد، أنا عايزاك تختار، أنا ولا هي، عشان أنا تعبت. أنا مش قادرة أعيش مع راجل كل شوية يفكر في واحدة تانية. قلت لها بصدق: أنا اخترتك يا مريم، 1000 مرة اخترتك، لكن مشاعري بالذنب تجاهها بتقتلني. قالت مريم: الذنب اللي انتي حاسه ده هيدمرنا كلنا، يا إما تقطع علاقتك بيها نهائي وتركز في بيتك وعيالك، يا إما تخليها تدخل حياتنا رسمي. مفيش حل وسط يا أحمد. كانت كلماتها واضحة وحاسمة. عرفت أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار صعب. جلست وحدي أفكر طويلاً. تذكرت كل اللحظات الجميلة مع مريم، تذكرت ضحكاتها، دفئها، حبها الصادق. تذكرت أطفالي، محمد الذي ربيته كابني، وابنتي الصغيرة التي تناديني بابا بحنان. ثم تذكرت فريدة، وجهها الباكي وطلباتها المتكررة. أهي مسؤولة حقاً عما حدث، أم أنا من زرعت بذور هذه المأساة بضعفي وترددي؟ في النهاية اتخذت قراري. اتصلت بفريدة وقلت لها بصوت حازم ولكن حزين: فريدة، أرجوك سامحيني، أنا آسف على كل لحظة أذيتك فيها. أنا كنت السبب في تعاستك، وده ذنب هعيش ندمان عليه طول عمري. بس مش هقدر أصلح غلطتي بغلطة تانية أكبر. مش هقدر أظلم مريم وأولادي، هم حياتي كلها. أتمنى من كل قلبي ربنا يعوضك ويعطيكي أحسن مما تمنيتي، ويلهمك الصبر والرضا. كان رد فعلها عنيفاً،
صرخت وبكت وشتمت، لكنني كنت قد اتخذت قراري. أغلقت الهاتف وشعرت للحظات أن وزناً ثقيلاً قد انزاح عن كاهلي، لكنه ترك مكانه جرحاً عميقاً لن يندمل أبداً. ذهبت إلى مريم وأخبرتها بقراري. احتضنتني وبكت طويلاً، لكن دموعها هذه المرة كانت دموع فرح وارتياح. مرت الأيام والحياة استمرت. مريم عادت إلي بكل حبها، وأطفالي يملؤون البيت ضحكاً ومرحاً. لكنني كلما جلست وحدي تسألني نفسي: هل كان قراري صائباً حقاً؟ هل من العدل أن أدفن ماضي شخص آخر لأحافظ على حاضري؟ أنا أعيش مع امرأة أحبها بصدق، لكن ظل امرأة أخرى يقف خلفي دائماً، يذكرني بأن السعادة أحياناً تبنى على أنقاض قلوب أخرى. والآن أترك لكم الحكم. أخبروني برأيكم، هل أنا ظالم أم مظلوم؟ وهل كان بإمكاني أن أفعل شيئاً مختلفاً؟